وادخل حسينية الربع واقرأ ولو ساعة زمن واعلنها قدام الملأ: ناصرت أنا ابن الحسن. اللهم صل على محمد. وضح لي أكثر. شفصح أكثر. الصدر قرر أن يسلمها بحياته لأبو إبراهيم الزعيم اللي صلع الصدر بوفاته، لأن يدرب غنم مكة بعد ما يخلص المبكى تسوي دبكة وتغدر الشيخ بصلاته، فلذلك قرروا نعم القرار وسحب جامعته الوديعة وحطها بجفوف الأمين الما تبيعه. اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت. شو غير الجامعة وصى الشهيد الصدر بحياته؟ قبل موته مسجلة بصوته الوصية بخصوص من سيمسك حوزة أهل البيت بعدي، ومين راح يستلم؟ قالها الصدر بحياته: محمد اليعقوبي بعدي، وتعتبر هذه أمانة. والآن أستطيع أن أقول، وإن كان مسألة كلش بعد النور، أنه يعني المرشح الوحيد من حوزتنا هو الشيخ محمد اليعقوبي. إذا كان يعني الله تعالى أمد في العمر إلى وقت الذي